السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي انتصار بيوتي للوصفات الطبيعيه. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم الوصفه التي عملت واحد الضجه في مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه الفيسبوك. يعني هذه الوصفه قديمه كنت كنستعملها وكانوا كيستعملوها المغربيات، قديمه سهله ما فيهاش مكونات بزاف، فيها مكون واحد اللي هو زريعه الكتان او بذور الكتان، وكنحتاجوا ماء طبيعي او ماء عادي من الصنبور. وغادي نكمل معكم الوصفه. غادي نوضع الكميه اللي غادي تكفيني ديال بذور الكتان، يعني انا هاد الكميه غادي تكفيني حيت الشعر ديالي طويل، وغادي نوضع فوقها الماء البارد. من بعد غادي نوضعها فوق النار واحد لمده 10 دقائق حتى يولي تطلق ليا داك الجيل او داك الهلام ديالها. من بعد غادي نكمل معكم الوصفه تشوفوها كيفاش كتجي. يعني حتى كتصبح بهذا الشكل هذا، يعني كيطلق داك الغلام ديالها او داك الهلام ديالها عفوا، وغادي نصفيها ومن بعد نكمل معكم الوصفه. انا غنوريكم كيفاش غادي ندير ليها. يعني وصفه سهله ما فيهاش مكونات بزاف، ولكن النتائج ديالها زوينه والنتائج ديالها كتبان. يعني من بعد ما سخنت او غلات، يعني غادي نوضعوها في هذا باش يهبط لنا داك لو جيل ديالها، يهبط وتبقى لينا بذور الكتان. غادي نصفيوها. غادي نحاولوا يهبط هذاك لو جيل، نبقاو معاه حتى يهبط كامل. هذا راه ممكن نستعملوه حتى كجل للشعر، يعني الدراري او الرجال اللي كيستعملوا لاجيل حتى هو ممكن يستعملوه لانه فيكساتور او كيفيكسي الشعر. يعني نبقاو بحال هكا. هذه حتى غادي تسالي لينا هذاك الماء، وعاد غادي نرجع نكمل معكم الوصفه. وانا كما كتشوفوا ها نتوما كيهبط خاتر، يعني كما كتشوفوا هو باقي لينا هنايا. انا غادي نكمل يصفى، ما غاديش نلوحوا هاد بذور الكتان، يعني نقدروا نستعملوها. ممكن نعاودوا الطحن ديالها ونعملوها مع الياغورت الطبيعي او الزبادي الطبيعي ونخليوها حتى تبرد ونعملوها كماسك للوجه ديالنا. بعد ما خدينا هذاك لو جيل غادي نوضع انا فيه القليل من ماء، من زيت زوج الهند، يعني باش ما حيت هاد الوصفه اللي دارها اول مره كتحرش له الشعر ديالو. يعني انا وليت كدير فيها زيوت باش تعطيني واحد الترطيب، لانها اي حاجه كنعملوها على الشعر في المره الاولى يعني ما كيتقبلهاش. بحال الحنه، الناس اللي كيديروا الحنه يعني المره اللي كيديروها الاولى راه كتحرش لهم الشعر ديالهم. غادي نستنى على داك الزيت حتى يذوب في هذه الخلطه، وغنستنى الخلطه حتى هي او لو جيل ديالي حتى يبدا يبرد شويه، وغادي نقوم بالوضع ديالو على الشعر ديالي، وغادي نخليه لمده 3 ساعات. يعني غتحسوا بالشعر ديالكم ولا لاصق ناشف. من بعد غادي نغسلوه بالماء والشامبوان يعني عادي، وما نعملوش ابخي شامبوان، يعني ما نعملوش البلسم، ما نديروش. هذا راه بلسم ومرطب وفيه كل شيء. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تعجبكم، يعني كتجي على هذا الشكل هذا. من بعد ما يذوب الزيت ممكن استعمال اي زيت، زيت خروع، زيت الزيتون، ولكن زيت الزيتون يكون ما فيهش الملح. زيت خروع، زيت الافوكا، زيت اللوز الحلو او المر، يعني اي زيت عندكم ممكن تستعملوه. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تعجبكم، وبصراحه راها غزاله ويعني مشكوره، ويعني كلشي كيديرها وكلشي ولا كيهضر عليها كما قلت لكم في اول فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي. كنتمنى انها تعجبكم. ما تنسوش الاشتراك، ما تنسوش تفعيل الجرس باش يوصلكم الاشعارات ديال الفيديوهات القادمه. في امان الله، وان شاء الله تكونوا مزيانين وتكونوا بصحه جيده. انتصار بيوتي.